السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من داخل مدرسة السلطان المنصور قلاوون بشارع المعز في منطقة النحاسين. الوصول للمكان اللي احنا فيه سهل جدا، تركب أي حاجة من السيد عيشة وتيجي لهنا عشان نتكلم مع بعض عن تاريخ وعمارة المدرسة المنصورية اللي احنا فيها دلوقتي. قلنا قبل كده إن أهم مكان في مصر الإسلامية في العصر الفاطمي كان هنا، وبره الشارع الأعظم اللي هو شارع المعز لدين الله الفاطمي في ميدان بين القصرين اللي جه اسمه لأنه بين القصر الشرقي اللي بناه جوهر الصقل للخليفه المعز لدين الله الفاطمي وبين القصر الغربي اللي هنا اللي بناه الخليفه العزيز بالله في حدود سنه 990. كان في هنا قاعه من قاعات القصر الغربي اسمها قاعه ست الملك، ست الملك اللي هي بنت الخليفه العزيز الكبيره واخت الخليفه الحاكم. لما صلاح الدين الايوبي اسقط الدوله الفاطميه والقصور دي تحررت ملكيتها من ملكيه الدوله بقت ملكيات خاصه، قاعه ست الملك دي اتحركت ملكيتها لاكتر من مالك لغايه ما قالت في النهايه لسيده اسمها السيده مؤنسه خاتون، دي بنت الملك العادل الايوبي وكانت معروفه بالدار القطبيه. جه بقى المنصور قلاوون اشترى الدار القطبيه دي من السيده مؤنسه وادالها مبلغ من المال وعوضها بقاعه من قاعات القصر الشرقي اسمها قاعه الزمرد عند باب رحبه العيد. اللي كان سفير السلطان المنصور قلاوون واللي مضى الورق ودفع الفلوس هو الامير علم الدين سنجر الشجاعي، وابتدوا بقى ان هم يبنوا المجموعه بتاعه السلطان المنصور قلاوون هنا. خلونا نبدا بالنص التاسيسي بتاع المدرسه ونركز فيه. ده مكتوب بخط النسخ المملوكي من 4 سطور. نبدا: امر بانشاء هذه المدرسه المباركه، مكتوب مدرسه مش جامع، السعيده مولانا وسيدنا السلطان الأعظم. أول السطر الثاني: الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الصالحي. أهو الصالح لأنه منسوب للسلطان الصالح نجم الدين أيوب، لأن قلاوون ابن عبد الله ملوش أصل، ما نعرفش هو ابن مين، ابن عبد الله، كلنا أولاد عباد الله. وبعد كده قسيم أمير المؤمنين، دي مهمة قوي لأن ده لقب خده الظاهر بيبرس بعد ما أحيا الخلافة العباسية في القاهرة بعد ما سقطت في بغداد على ايد المغول، واحياها هنا في القاهره في سنه 1261، بقى من القاب السلطان المملوكي قسيم امير المؤمنين. ادام الله ايامه. اول بقى السطر الثالث: وحرس انعامه ونشر في الخافقين الويته واعلامه. التاريخ بقى: وكان ابتداء عمارتها في صفر سنه 84 و600. اول السطر الرابع يبقى ابتدى في صفر سنه 684 اللي هو بالميلادي 1285 ميلادي، والفراغ منها في جمادى الأول من السنة المذكورة للهجرة المحمدية. نركز كده، يعني هو ابتدى في صفر ربيع أول ربيع تاني جمادى الأول، يعني 4 شهور. خدوا بالكم لو هو ابتدى في أواخر صفر وخلص في أول جمادى الأول يبقى خدت شهرين. يعني النص هنا بيقول لي، نص المدرسة بيقول لي إن هي خدت 4 شهور بنى. المقريزي بيقول ان المجموعه كلها خدت 11 شهر بنى. النص اللي بره على المجموعه من بره على الواجهه الرئيسيه بيقول ان هي خدت 14 شهر، في حين ان الاثاري حسن عبد الوهاب بيقول لنا ان هي خدت 7 سنين و8 شهور، وده الراي اللي اعتمده الدكتور احمد عبد الرازق في كتابه العماره الاسلاميه في مصر. يعني في راي بيقول ان هي خدت شهور 4 المدرسة، 11 على كلام المقريزي، 14 على كلام النص التأسيسي اللي بره، أو سنين 7 سنين و8 شهور. رأي إن هي خدت شهور ده بيميل إليه الدكتور محمد الششتاوي. ليه بقى؟ لأن هم بيقولوا إن قلاوون، يعني ليه المدرسة والمجموعة خلصت بسرعة؟ لأن مواد البناء اللي احنا شايفينها دي كلها يا إما جاية من القصر الغربي من القاعات اللي كانت هنا، أو منقولة من القلعه اللي هي قلعه منيل الروضه اللي هي قلعه المماليك البحريه اللي اتربى فيها المماليك اللي عملها الصالح نجم الدين ايوب على مساحه 60 فدان. فهم كانوا بينقلوا مواد البناء بسرعه. حاجه تانية ان بيقولوا ان الامير علم الدين سنجر الشجاعي استخدم 300 اسير من اسرى الفرنجه الصليبيين، لان ده كان وقت حروب ما بين الصليبيين بقى اللي موجودين في المشرق من ايام الظاهر بيبرس لما حرر انطاكيا، وبعدين قلاوون حرر طرابلس. فال300 اسير دول كانوا شغالين بسرعه. غير كمان ان بيقولوا ان علم الدين سنجر الشجاع كان بيقف بنفسه بره في ميدان بين القصرين، واي حد معدي، امير، مأمور، ملك، مملوك، حر، عبد، اي حد بيعدي عليه يقول له تعالى شيل حجر، شيل طوبه، شيل خشب، شيل جبس، واطلع اشتغل مع الناس.
روح اطلع على السقاله، وكان بيقف بنفسه على السقاله علشان يبشر العمل. فمن هنا ان هي خلصت بسرعه. ده غير بقى كمان ان هو جاب العمال اللي في مصر والقاهره، مصر اللي هي مدينه الفسطاط والقاهره الفاطميه، وقال لهم انتوا مقطوعين لمجموعه المنصور قلاوون، وطلب منهم ان مفيش اي حد يستلم شغل بره مجموعه المنصور قلاوون. انت مش هتشتغل في اي حاجه في المدينتين دول الا لينا احنا بس، للمنصور قلاوون، لغايه ما تخلص المجموعه بتاعته. ومن هنا ان هي خلصت بسرعه وخدت شهور. وده راي برضه بيميل، احنا قلنا الدكتور الششتاوي وناس كتير بتميل اليه، احنا قلنا كده الرايين والله اعلم، اختاروا انتوا بقى. نبص على الاعمده المجلوبه اللي قلنا كلها كانت بتبقى مجلوبه من عمائر رومانيه سابقه. بصوا ده عمود من الجرانيت الوردي، بصوا التاج بتاعه عليه طائر، الطائر ده كان له راس، الراس دي اتقطعت. هو لما كان في المعبد كانت الراس موجوده، بس لما جه هنا قطعوا الراس ليه؟ حرمانيه التجسيم، ان ما يبقاش فيه كائن حي داخل دار العباده او داخل الجامع. نبص على المحراب والمنبر. المحراب فيه تأثيرات بيزنطية، وقلنا ده يمكن بسبب الجماعة الصليبيين اللي جم واشتغلوا هنا. بصوا حتى الطاقية بتاعة المحراب فسيفساء بيزنطي واضحة جدا، فسيفساء مذهبة، في زهرية وفي شجرة طالعة وفي رمان، في ألوان بقى الأزرق والأخضر والأحمر والأبيض والذهبي. بصوا الصدف والشغل بقى ده كله، الصدف والأخضر ده الفيروز، فممكن يكون ده تأثير بيزنطي صليبي. المنبر بقى، شايفين المنبر الجميل ده؟ عملوا حد مهم جدا، كل الناس اللي بتقرأ يمكن تعرف المنطقة اللي متسمية على اسم الراجل اللي عمل المنبر ده، لأنه متسمى على اسم منطقة في القاهرة. أي حد بيقرأ أكيد عدى على المنطقة دي. خلونا الأول نقرأ هنا ونقول هو مين لما تفكروا كده. ده برضه بخط النسخ المملوك المتداخل، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قبل ما نقول المنبر مين اللي عمله، على ما تفكروا برضه إن المدارس ما كانش بتركب فيها منابر. المدرسة لما اتبنت في سنة 1285 ما كانش راكب فيها منبر، لغاية سنة 1330 حصل فتوى أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون في عصر الأمير جمال الدين أقوش إن كل المدارس يتركب فيها منابر. فأي مدرسة اتعملت بعد 1330 المدرسة اللي هتتعمل هيبقى لها منبر. طب المدارس اللي كانت قبل كده هيتركب لها منبر ليه؟ لأن المدارس كان بتبقى للتدريس بس، هنا الإيوان ده للتدريس، بيتصلى فيه في محراب، بس ما بتصلاش فيه الجمعة، ما فيش فيه خطبة جمعة. خطبة الجمعة تبقى في المدارس بعد سنة 1330 اهو. وبدأوا بالمناسبة بالمدرسة الصالحية اللي هي قصادنا بتاعت الصالح نجم الدين أيوب. اللي عمل المنبر بقى نقرأ كده: السيفي أزبك. أزبك اللي متسمى على اسم منطقة ايه؟ الأزبكية، لأن هي كانت إقطاعه من عصر السلطان قايتباي. كان بيشتغل ايه بقى عم أزبك؟ هو أزبك، اسمه أزبك مش مكتوبة هنا، بس هو اسمه أزبك من تطخ. من تطخ، تطخ اللي هو تاجر الرقيق اللي اشتراه. بقول من مش بن، صحيح في تراب في الجو النهارده بس انا مش مزكم يعني. هو بتتقال زي أكبوغة من عبد الواحد، يشبك من مهدي من تاجر الرقيق، مش اسم والده او كده. طيب وظيفته ايه بقى عم أزبك؟ أتابك اللي هو وزير الدفاع قائد الجيش، العساكر الملكي الأشرفي. الأشرفي نسبة للسلطان الأشرف قايتباي لأنه كان شغال في دولته. والمنبر ده اتعمل في سنة 1494 قبل ما قايتباي يموت بحوالي سنتين. الإيوان اللي احنا فيه ده كان بيدرس فيه المذهب الرئيسي اللي هو المذهب الشافعي، لأن قلاوون هو طلب كده، يعني قال لهم اللي يتدرس هنا، لأن الواقف على حسب هو في المذهب في الإيوان الرئيسي اللي هو إيوان القبلة بيدرس فيه المذهب بتاع الواقف، حسب بقى الواقف كان عايز يدرس إيه. يقول لهم هنا المذهب الشافعي، ولو ده الشافعي يبقى اللي قصاده الحنفي، لأن هم 4 إيوانات متعامدين على الصح. هو كان مرتب لكل إيوان شيخ و50 طالب و3 معيدين. قلنا قبل كده حتى كلمة معيد دي كانت موجودة، اللي هو بيعيد الدرس ورا الإمام. ما زالت الوظيفة موجودة عندنا في الجامعات الحديثة. نشوف برضو هنا كرسي المقرئ، ده كرسي اللي كان بيقعد عليه المقرئ علشان يقرأ القرآن. برضو أزبك عمل القبة اللي فوق الفوارة، هنا كانت فوارة لتلطيف الجو في فصل الصيف، مش موجودة دلوقتي.
ما زال يعني اماكن الاعمده بتاعتها اللي كانت هنا كانت قلنا فواره او نافوره. ازبك برضو هو اللي عمل القبه اللي كانت هنا اللي ازيلت مع الزمن، وقعت. هنا في ايوانين الجنب اهو، والايوان ده بصوا السيمتريه بقى، يعني هنا مفيش سيمتريه بس المفروض كان ايه، الايوان ده نبص على شكله ده كان زيه، بس حصل ايام الامير عبد الرحمن كانت خدها في سنه 1760 هو اللي بنى ده. حتى كان هنا في ثلاث ابواب اهم، دي كانت غرف الطلبه لان الطلبه كانت بتنام في المدرسه هنا، ففي ثلاث غرف هنا كان في قصادهم ثلاثه مش متبقي غير اثنين. وبالمناسبه كان في كل دور في 3 مراحيض لقضاء الحاجه اهو. شايفين دي غرف الطلبه اللي تحت، واللي فوق الشبابيك دي برضو بتاعت غرف طلبه. القاعه دي برضو اللي هي الايوان بتاع القبله في تاثير شويه بازيليكي مصري، بمعنى ان هي قاعه مستطيله بتقسمها صفين من الاعمده. الصفين من الاعمده دي بتفصلها ل3 قاعات، اوسعها واعلاها هي اوسطها. شايفين يعني ده صف من الاعمده وده صف اهو. قسمت المستطيل ل3 قاعات، يعني اداه واحد اللي هي القاعه دي الاولى اهي، وبعدين الثانيه اللي في النص، وبعدين الثالثه. هتلاقوا بقى ان ارتفاع القاعه اللي في النص ووسعها اعلى من الاثنين دول. كل اللي لصقوا في اللي احنا شايفينها دي كلها كانت مذهبه ومزخرفه، للاسف بقى وقعت مع الزمن. لو بصينا برضو على تاريخ الترميم بتاع لجنه حفظ الاثار العربيه اللي دايما بنشوفه في كل المنشآت الاسلاميه بتاعتنا، التاريخ ده هو تاريخ بالهجري وتاريخ الترميم اهو. ده 1347، احنا دلوقتي 1446، يعني ده بالظبط من 99 سنه. ده ايام الخديوي عباس حلمي الثاني ولجنه حفظ الاثار العربيه لما رممت المكان. كده يعني قربنا نخلص المدرسه خلاص. الجرانيت ده بقى اللي هو مجلوب من عمائر مصريه قديمه اهو، الاسود ده. وهنا ده السلم اللي بيطلع على من هنا، السلم ده يطلع بقى على السطح والمأذنه وغرف الطلبه اللي فوق هنا. احنا بنزور الاماكن دي كل يوم جمعه. الجمعه الجايه 16 ان شاء الله عندنا جوله هنا في شارع المعز، وهنبدا الساعه 10 من عند مجموعه السلطان برسباي، جامع برسباي في اول الشارع في الصاغه. ويوم الاربع بكره عندنا ندوه الاربعاء الدائم فوق مركز الرابع الثقافي الساعه 8، هنتكلم في السيره النبويه. برضو هنا الجرانيت الورد اهو، في قطعتين تانيين. وده المدخل اللي بيودي على البيمارستان، ودي ام اشرف. ازيك يا ام اشرف؟ طيب الله يكرمك. ان شاء الله هنكمل بقى في الحلقه اللي جايه، ناخد بقى الجزء الاخير اللي هي القبه الضريحيه، وهنبدا من هنا. ما تنسوش تعملوا شير. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده واثر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تتفرجوا على الحلقه اللي فاتت.